طب حد فيكم عارف ان قناع توت عنخ امون في هنا مكان لحلق؟ احكي لكم القصه من الاول. انا كنت في برنامج الكونتينر ده من تقديم احمد داوود ومن انتاج ميديا هاب. كنا بنروح نصور في مصانع، فاتعرضت 3 مرات للثوره المصريه القديمه، وقد ايه الناس دي يعني كانوا في بعد تاني، مش في حته تانيه، في بعد تاني خالص. اول مره كنا في مصنع رخام وبسال احنا ممكن نعمل مسله، فحد من الشغالين هناك من اصحاب المصنع قال لي اه هنعملها على 3 حتت مش حته واحده. فقلت له طب ليه ما تعملها حته واحده يعني؟ قال لي لا ما نعرفش. قلت له اه المصنع بتاعك ما يعرفش يعملها، بس اكيد في مصانع تانية في العالم تعرف تعمل مسله زي المصريين القدماء بيعملوها حته واحده. قال لي لا احنا ولا غيرنا. قلت له يعني احنا لو جبنا العو بتاع الرخام في العالم بالمكن اللي بيطلع نار من بقه، قال لي لا ما حدش عارف يعمله برضه. قلت له ما هم عملوها ازاي؟ قال لي الله اعلم. يعني ازاي هي حته واحده بتطلع من الجبل بتتعمل دي ما حدش يعرفها، وما اظنش حد هيعرفها قريب. تاني مره اتعرضت فيها للحضاره المصريه القديمه، كنا بنصور في مصنع بي تي سي على الدهب. فبرضه بهزر مع الدكتور اللي كان مسؤول عن المعمل هناك او المصنع او مصفى تهيألي اسلم حاجه ليها المصفى يعني. فقلت له ما تيجي نعمل قناع توت عنخ امون. بص لي كده بمنتهى البساطه، انت مجنون؟ قلت له مجنون ليه؟ يعني هجيب لك 10، عندكم اكيد 10 كيلو دهب ما تعملوه. قال لي ولو جبت لي طن دهب اعمله ازاي ده؟ قلت له يا دكتور طب بالراحه عليا، بتعمل ازاي؟ قال لي ما اعرفش يتعمل ازاي ولا بيتعمل ازاي ولا عملوه ازاي ولا لحموه منين ولا ملحوم ولا مش ملحوم، ما حدش عارف اصلا ده عملوه ازاي ده اصلا. ثالث مره ده بقى اللي عرفت فيها ان القناع له حلق. كنا بنصور في مصنع كنوز مصر، وده مصنع مستنسخات اثريه، يعني الاثار بتاعتنا بدل ما كنا بنستوردها، وبقى في مصنع محترم في مصر بيعمل مستنسخات اثريه طبق الاصل الاثر، وبيبقى معاه شهاده. النجم بتاع المستنسخات الاثريه قناع توت عنخ امون. كانت اول مره يعني ابقى قريب قوي كده هو مش الاثر الحقيقي طبعا، فهم بيعملوه بالظبط، حتى لو في خدش بينقلوا الخدش، لو في حته واقعه بينقلوا الحته الواقعه. فلقيت ان في الودن هنا في مكان لخرم كانه هيلبس حلق. طب هو سؤال، هل هو توت عنخ امون هذا الشاب كان بيلبس حلق، ولا زي ما بيقولوا ان القناع ده اصلا ما كانش ليه، ده كان نفرتيتي او كان لحد تاني وقلبوه ايفوه على وشه؟ عشان تاني حاجه ان يقال كمان ان المقبره دي مش مقبرته، ان هو مات 19 سنه، فاكيد ما يعني ايه ما لحقوش يعملوا له مقبره. ويقال ان هو يعني ايفوا له حاجه كانت بتاعت حد تاني فحطوها له على قناع كان من حد تاني فعملوه له. فتخيلوا التأييفه دي، ده لو كان الكلام ده حقيقي يعني مش فتي، طلع المعجزه دي.